السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 15 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة نهايتها غير متوقعة، واسم الحلقة اللص المحترف. من غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. مدينة فان بيرن هي مدينة صغيرة قريبة من حدود كندا، وبيسكن فيها حوالي 2000 شخص. والمدينة من طبعها الهدوء، وإن مفيش أحداث كبيرة بتحصل فيها. ولكن ده اتغير في سنة 2019 لما رونالد سير عمل حاجة غير متوقعة. رونالد سير وهو صغير دخل القوات الجوية وحارب في الحرب الكورية، وبعد ما خلص ورجع من الجيش رجع لمدينة فان بيرن وقعد في بيته. بيته كان متكون من دورين، وكان معروف إن رونالد بيحب يعمل أعمال يدوية كتير. علشان كده بدأ شركة صغيرة لبيع الأدوات، وكان بيدير الشركة دي من بيته. وفي سنة 2019 رونالد كان عنده 65 سنة، وكان لسه عايش في نفس البيت، وكان عايش لوحده، وكان لسه فتح المشروع بتاعه. وبالنسبة لرونالد ده كان كفاية، وكان سعيد جدا بحياته. ولكن في السنة دي هيواجه كارثة. في يوم من الأيام المشمسة من صيف سنة 2019 رونالد راح للجراج بتاعه واللي كان بيخزن فيه الأدوات اللي بيبيعها. وأول ما دخل لاحظ حاجة. رونالد كان حاطط صناديق في المخزن، وكل صندوق فيه كمية من كل نوع من الأدوات اللي بيبيعها زي المفكات وأدوات التصليح. ولكنه لاحظ إن في مجموعة من الصناديق كان باين عليها إنها فضيت أكتر من الطبيعي. بدأ يفكر لو هو نسي يطلب شحنة جديدة، ولا لو هو خد الأدوات دي وحطها في مكان تاني. ولكنه كان عارف إنه قوي الملاحظة، وصعب إنه يعمل حاجة زي كده ويكون نسي. فخرج من الجراج وراح يدور في بيته عن الأدوات دي، ولكنه بالرغم من ده ما لقاش أي حاجة. وبدأ يتصل بأصحابه وعيلته عشان يسألهم لو حد منهم جه وخد الأدوات بتاعته، ولكن كلهم قالوا لأ. وفي عصر اليوم ده رونالد راح للجراج تاني، وكان عمال يفكر لحد ما جه في باله فكرة إنه من الممكن إنه يكون اتسرق. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку. وفعلا رونالد راح لمركز الشرطة وشرح لهم اللي حصل. ولكن للأسف رد فعل الشرطة كان على عكس توقعاته، وقالوا إن أكيد معندش الأدوات بتاعته أو إنه نسي. وقالوا له يدور في بيته كويس، ولو لقى دليل على إن في حرامي هو اللي سرقهم يبقى يقول لهم. رونالد اتضايق من ردة فعلهم، وكان عايزهم ياخدوا الموضوع بجدية أكتر. وبعد كده رجع بيته وفتح الكمبيوتر بتاعه ودور على طريقة يحمي بيها بيته من الحرامية والسرقة. وواحدة من الطرق اللي ظهرت له في البحث هي إنه يحط نوع رفيع من الخيط في أماكن حوالين بيته، ويربط الخيط ده من الطرفين ويربطه بجرس صغير. فلو حد عدى وحرك الخيط الجرس يرن. رونالد عجبته الفكرة وراح اشترى الحاجات دي كلها وركب الخيوط دي حوالين بيته. ولكن على مدار الأيام اللي بعد كده مفيش أي جرس رن. ولكن في نفس الوقت الأدوات كانت عمالة تختفي من الجراج. بس الغريب إن الجراج كان بيكون مقفول بالليل. هنا رونالد بدأ يشك إن اللي بيسرقه أكيد مراقبه عشان يعرف هو بيعمل إيه، وإن الحرامي أكيد عرف موضوع الخيوط اللي حوالين البيت، وإنه غالبا حرامي محترف. وهنا رونالد بدأ يقلق إنه لو معرفش يوقف الحرامي ده من إنه يسرق أدواته، فممكن الراجل ده يوصل لفلوسه اللي شايلها في البيت ومتعلقاته الشخصية. وقرر إنه لازم يزود أساليب الحراسة بتاعة بيته. علشان كده فتح الكمبيوتر بتاعه تاني وبدأ يبحث عن طرق أكثر فعالية في حماية بيته من السرقة.
وبعد شوية لقى أكتر من طريقة فعالة، وفعلا راح وبدأ يشتغل ويركب الأفكار دي كلها حوالين البيت. وبعد ما عمل كده بفترة السرقات وقفت، وده اللي طمن رونالد. ولكن دي ما كانتش آخر مشاكله. بعد فترة وتحديدا يوم 28 نوفمبر من نفس السنة، اسم شرطة فان بيرن جالهم مكالمة من رونالد، واللي كان صوته مرعوب وهستيري وكلامه كله مش واضح. ولكن بالرغم من محاولات الشرطة إنهم يفهموا منه إيه اللي حصل، كل اللي قدروا يفهموه إنه كان عايز الشرطة تجيله البيت بسرعة. ولما الشرطة عرفت إنه حاول يبلغ قبل كده عن حرامي، قالوا إن ممكن يكون الحرامي ده فعلا بقى في بيته وإنه محتاج مساعدة، وراحوا بأسرع ما يمكنهم لبيت رونالد. وفي الوهلة الأولى البيت من بره كان باين عليه إنه طبيعي وما كانش فيه أي آثار لاقتحام، ولكنهم لاحظوا إن الباب الأمامي للبيت مفتوح. فركنوا عربيات الشرطة ونزلوا وطلعوا مسدساتهم عشان يستعدوا لأي مواجهة. ولكن حتى قبل ما يدخلوا البيت لاحظوا بقع الدم اللي على الأرض، واللي كانت بتبتدي من عند الباب ومتجهة جوه البيت. الشرطة بدأوا ينادوا على رونالد، وجالهم صوته من جوه البيت، ولكنه كان صوت مكتوم ومصاب. فدخلوا البيت بسرعة وهم رافعين أسلحتهم، ومشوا ورا آثار الدم لحد ما شافوا رونالد قاعد على الأرض وظهره لرفوف المطبخ، وكان ماسك بطنه بإيده وكان غرقان في الدم. الشرطة بسرعة طلبوا الدعم وبدأوا يدوروا في الدور الأول على الحرامي، ولكنهم ملقوش أي حد. وطلعوا للدور التاني وبرضه كان فاضي. فبدأوا يعملوا الإسعافات الأولية لرونالد وبدأوا يسألوه عن اللي حصل، ولكنه كان خسر دم كتير ومش قادر يتكلم. ولما الإسعاف وصلت رونالد كان مغمى عليه، ورجال الإسعاف طلعوه من البيت وحطوه في عربية الإسعاف وودوه المستشفى. في نفس الوقت ده الشرطة بدأوا يدوروا في بيت رونالد عشان يعرفوا إيه اللي حصل، وبدأوا في المطبخ، ولكن ما كانش فيه حاجة مهمة. وبدأوا يتوجهوا لغرفة المعيشة، ولكن قبل ما يدخلوا واحد من الضباط صرخ وقال لهم محدش يتحرك من مكانه. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, واتضح إن رونالد لما حاول يأمن بيته من الحرامية عمل نوع من أنواع الفخاخ جوه البيت، من ضمنها إنه علق مسدسات في السقف وربطهم بحبل في الأبواب. والنتيجة لده فأي حد يفتح الباب هيتضرب بالنار. واللي خلى الضابط يوقف كل الشرطة وما يتحركوش إنه شاف واحد من الفخاخ دي في السقف، واللي كان مسدس ومتعلق ومربوط بحبل. واتضح إن رونالد نسي وفتح واحد من الأبواب دي في الشقة والفخ كان شغال، وده اللي أدى إن المسدس اشتغل وضرب رصاصة جت فيه، وتحديدا في بطنه بالغلط. ولما الشرطة بدأوا يدوروا على الفخاخ دي لقوا كمية كبيرة جدا من الأسلحة متعلقة في السقف ومربوطة بحبال. ولأنهم كانوا متسرعين عشان ينقذوا دونالد في الأول ما خدوش بالهم من الفخاخ دي واللي كان ممكن تقتلهم. وفي الليلة دي رونالد مات في المستشفى من إصابته. ولحد النهاردة محدش يعرف هل كان فعلا في حرامي محترف هو اللي بيسرق رونالد، ولا إن رونالد نفسه كان عنده فقدان للذاكرة وبينسى إنه خد الأدوات وباعها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقيه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.